كتير مننا ممكن يكون مر بالموقف ده بدون ما ياخد باله. هو لما حد يحاول يرمي مشاكله، أخطائه أو مشاعره السلبية عليك عشان يبعد بس المسؤولية عن نفسه، فانت فجأة كده تلاقي نفسك في موقف بتدافع فيه عن نفسك عن حاجة ما تخصكش أصلا. تعالوا نشوف ازاي الحيلة دي بتتعمل وازاي نتعامل معاها بقى، اللي اسمه الإسقاط النفسي. هو لما حد مش بيعترف بمشاكله أو أخطائه وبدل كده بيرميها عليك، بينقلها عليك بمنتهى البساطة. هو بيرمي عليك كل اللي هو مش قادر يتعامل معاه عشان يخفف بس من شعوره بالذنب أو الفشل. الفكرة انه بيبعد اللوم عن نفسه ويحس ان هو بريء، فيخليك انت اللي تتحمل مسؤولية اخطاء. تعالوا ناخد مثال في العلاقة. ممكن الشخص اللي بيستخدم الاسقاط النفسي يتهم اللي معاه بالخيانة او الغيرة المفرطة رغم ان هو اللي بيتصرف مشبوهة ومش فاهمين، وبالتدريج الشخص التاني يبدأ يدافع عن نفسه ويشك في تصرفاته بدل ما يلاحظ المشكلة الحقيقية اللي هو السبب فيها. طب ايه الحل؟ لما تحس ان الاتهامات اللي بتتوجه لك او موجهة ليك دي مش منطقية او مش صح، فكر في الموقف من وجهة نظرك وتأكد ان المشكلة مش فيك. تاني حاجة هتعملها، ما تقعدش تدافع عن نفسك انا غلط وانتوا صح. هو دايما بيحاول يخليك دايما في موقف الدفاع عن نفسك. لما تكون واثق في موقفك ما تضيعش وقتك في انك تدافع عن نفسك. لو استمريت في الدفاع ده هيقوي هو موقفه ويحس ان هو صح، ونبدأ بقى في الدايرة المفرغة. تالت حاجة، حط حدود واضحة. لو لقيت شخص بيستخدم حيلة الإسقاط النفسي دي معاك بشكل متكرر، لازم تحط حدود واضحة بينك وبينه. لازم تبقى عارف إن ده أسلوبه وتحمي نفسك من الوقوع في الفخ ده كل مرة. أخيرا، افصل مشاكلك عن مشاكله. خليك دايما مركز على مشاكلك الشخصية وافصل بينها وبين محاولات الشخص ده ان هو ينقل مشاكله عندك. ده هيساعدك تحافظ على توازنك النفسي. اتنين، ما تسمحش لحد يخليك تشك في نفسك حتى لو قريب منك. لو الشخص المتلاعب ده حاول يخليك تحس بالذنب او يشكك في نفسك، فكر بهدوء واعرف ان دي حيلة عشان يهرب من مواجهة مشاكله الشخصية. تالت حاجة، احتفظ بالتواصل مع نفسك. ما تخليش حد يتحكم في مشاعرك او يحسسك ان انت السبب في مشاكله. ركز على الحقائق وما تندفعش ورا مشاعر الذنب اللي بيحاول يرميها عليك. وبكده نكون خلصنا الاسقاط النفسي، حيلة ممكن تخلي الشخص اللي قدامك يهرب من مواجهة مشاكله، لكن دلوقتي انت عارف ازاي تتعامل في الموقف ده. خليك واثق في نفسك، حافظ على حدودك، ما تخليش حد يرمي مشاكله عليك ويرمي طاقته السلبية عليك. اتفرج على 30 حيلة في علم النفس الأسود، هيخليك تعرف حاجات ما كنتش تعرفها قبل كده.